السلام عليكم ومرحبا بك في وصفة جديدة وفيديو جديد على عالم مرام قدر. من الفيديو هذا يلقيكم هانين ومتهانين وفي أحسن الأحوال. اليوم راح نشوفوا مع بعضنا وصفة شباح الصفراء بالجوز. وش نحتاجه في هذه الوصفة؟ نروح نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. أنا هنا عندي 3 كيلات جوز وكيلة غير ربع سكر. جوز اللي كنت رحيته درته في الأشوار ورحيته جيدا حتى يولي أرطب تماما. ارحوه جيدا حتى يوليكم أرطب تماما كما راكم تلاحظوا. نخلط 3 كيلات جوز مع كيلة غير ربع سكر عادي ولمهم بصفار البيض. نحكموا البيضة نفصلوا الصفار على البياض، البياض نحتفظوا به باش من بعد نقلوا به ونلموا بالصفار. انا راح نزيد صفار البيض، راح نزيد درت 3 وزدت 3 هيدم 6 وما زلت رايحة نزيد لأنها الكمية هذه ماهيش راح تلملي ب6 صفار بيض. نلموا فقط ما نعجنوش. زدت صفار السابع ونجمعوا وزدت له صفار واحد اخر 8 صفار ورايحه نزيد الصفار التاسع. الكميه هذه درت لي 9 صفار بيض. لموا جيدا ونضغطوا باليد، ما نعجنوش كما نعجنوا الكسره، لموها فقط ونضغطوا باليد لهنا. البنات صفار البيض ضيفوه بالتدريج، قادره العجينه تبان لكم يابسه ومن بعد كي تلموها شويه تولي لكم طريه. نلموا العجينه تاعنا ما تكونش طريه اللي تلصق في اليد وما تكونش يابسه صلبه اللي ما نقدروش نحلوها من بعد. بما انها الكميه تاعي كبيره قسمت عجينه الجوز تاعي على زوز ورايحه نديرها في كيس بلاستيكي. ندير كل جزء في كيس بلاستيكي ونخليها ترتاح. خليها ساعة ساعتين 6 سوايع اللي عندها الوقت خليها ليلة كاملة. أنا للأمانة هنا خليتها ساعة فقط. وحتى إذا كان ما عندكش الوقت جيست وين تلماها تعجناها وبسطيها وشكلي وقليها طول ما راح يصل لها ويلو، ما راح تتفتت، ما راح يصل لها ويلو. هنا رجعت لها بعد ساعة. نحو عجينة الجوز تاعنا من الكيس ونبسطوها فوق البلان دو ترافاي تاعنا، نحلوها بالحلال. هنا السمك انت اللي تحكمي فيه، تحبيها رقيقه تحبيها خشينه كيما تحبي انت. انا جبت الطوابع هذه البلاستيكيه وهذم اللي خاصين بالشباح ورايحه نشكل بيهم العجينه تاعي. شباح الصفراء اللي هي الوصفه قسنطينية. يديروها ناس قسنطينة. من هذا المنبر نقدم لهم تحية خاصة لناس قسنطينة، واللي هي في الأصل تجيب باللوز ما تجيش بالجوز. الوصفة الأصلية راهي بالجوز، باللوز عفوا. ما يديروها ما تجي لا بالجوز لا بالكاوكاي ولا بالبيستاش لا ويلو. الوصفة الأصلية باللوز، اللوز والماء الورد، ماء الورد المقطر، ماهوش الماء الورد الوردي هذاك اللي يتباع في المحلات. لا، احنا هاني نشكل في الشباح تاعي. بعد ما نشكلهم نزيد نفينيهم بيدي كما راكم تلاحظوا، نريقلهم بيدي ونحطهم على جهه. هذا هو السمك اللي درته انا، ماه مرقاق ماهم خشين. قلت السمك نتوما اللي تتحكموا فيه. نزيد نجمع العجينه هذيك الباقيه ونبسطها بالحلال ونزيد نشكلها بنفس الطريقه اللي درت بها الاولى. نحو الاشكال تاعنا ونزيدوا نفينوهم بيدينا. هذا شكل نجمة ونحطوهم على جهة. نكمل شكل اشكال تاعي كامل، عجينة كامل. ها هي الكمية اللي تحصلت عليها. بعد ما كنت شكلتها كامل نروحوا نديروا هذه الاشكال في بياض البيض بهذه الطريقة بلا ما نخلطوه، ونهزوهم بالفرشيطة ونحطوهم فوق بابي سويتو، فوق ورق المطبخ، ونزيدو نديرو فوق منهم ورق المطبخ باش يمتص هذاك بياض البيض الزايد. ولا تهزي كعبة الشباح وتديري لها بياض البيض بالبنسو، تهزي البنسو وتدهناها ببياض البيض بالبنسو. بعد ما كملت درت في بياض البيض كامل. هنا في مقلة درت كمية تاع زيت وعلى نار قليلة جدا.
على نار قليلة قريب تطفى. نحط كعبات الشباح تاعي نقليهم، هنا جوست يتغير اللون تاعهم فقط، نقلبوهم يتغير اللون تاعهم فقط، نحوهم من الزيت ما نخلوهمش يحمروا، راهم يبانوا هنا حمرين لانه الجوز اللون تاعو داكن على اللون تاع اللوز تاع اللوز. اللي ما تعرفش، المبتدئات الجدد اللي ما يعرفوش ولا ايدك ماهيش خفيفه، تزيدي بالكعبتين 3 زوز 3 كعبات، ما تكثريش باش ما يتحرقولكش. نقلبوهم كيما راكم تلاحظوا جوست يتغير لونهم فقط، نحوهم من الزيت ونزيدو نحطوا كميه اخرى. كي نحوهم من الزيت نحطوهم فوق ورق المطبخ باش تشرب لنا هذاك الزيت، يمتص هذاك الزيت كامل. نحي الكميه هذه ونزيد ندير كميه اخرى حتى نكمل نقلي الشباح تاعي كامل. هنا بعد ما كملتهم كامل نمسحهم بورق المطبخ، نحي هذاك البيض زائد، ولو انه ما كاينش بيض زايد منضاف كما راكم تشوفي فيهم، وهكاك ومسحتهم بورق المطبخ. نمسحوهم ونزيدو نعاودو نفس العمليه، نهزوهم بعد ما نمسحوهم يبردوا شويه، ونمسحوهم نحولهم البياض الزايد اذا كان فيهم بياض زايد، ونزيدو نديروهم في بياض البيض، ونزيدو نقلوهم القليه الثانيه. هذه القليه الثانيه نكمل نقلي الكعبات تاعي كامل، الكميه اللي عندي كامل، ونزيد نمسحهم بورق المطبخ كيف. وهنا بعد ما قليت الكميه اللي عندي كامل، هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها، دارت لي كميه على باس بها. كانت هذه وصفتنا اليوم. هنا اللي تحب دير كميه كبيره باش تحتفظ بها، ديري في علب بلاستيكيه، اقسميها كل 6 ولا 7 كعبات وديريهم في علب بلاستيكيه واحتفظي بهم في المجمد، كل ما تحتاجي اجبدي علبه. كانت هذه وصفه اليوم، اترككم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.